السلام عليكم ورحمة الله. معاكم أخوكم رامي. تعال نتكلم شوية في الكورة. تعال نتكلم عن ماتش الأهلي والزمالك امبارح. وقبل أي حاجة ألف مبروك للأهلي وجمهوره. ماتش بجد نسميه عودة الروح. يعني ده عنوان الماتش بالنسبة لي امبارح. الفريق تحس إن الروح رجعت له. هي دي روح الفانلة الحمراء. هي دي اللعيبة اللي عندها روح. هي دي اللعيبة اللي عاوزة تكسب. هي دي اللعيبة الرجالة اللي احنا عاوزينها. امبارح الماتش فيه تفاصيل كتير قوي وفيه مكاسب كتير قوي. من اهم المكاسب دي عودة حسين الشحات. اللعيب اللي بيقعد على الدكة بره ما بيتكلمش وما بيعترضش، ووقت ما تعوزه تلاقيه. في ماتش كبير زي ده لما تلاقي حسين الشحات نازل في الدقيقة 69 ويجيب لك هدف في الدقيقة 72 ويجيب لك ضربة جزاء في الدقيقة 78، ده لعيب مركز، ده لعيب سالك، ده لعيب مسلكها. وبص يعني مش كلام عشان خاطر حسين اللي عمله امبارح، بس فعلا ربنا ما بيديش حد غير اللي يستاهل. وحسين كان يستاهل لان هو بقاله فتره كبيره قوي بعيد، ما بيتكلمش، ما بنسمعلوش مشاكل، ما بنسمعلوش اي حاجه. اللعيب المفروض ان هو يجدد برضك، ما يطلعش اي تصريحات. اللعيب المفروض حاجات كتير قوي وما سمعنالوش اي مشكله. في عز ما كانت المشاكل كتير قوي الفتره اللي فاتت. فده يبين لك قد ايه لما اللعيب بيكون بيحب النادي، بيحب التيشيرت، ونيته سالكه، ربنا بيكرمه. فحسين امبارح نزل قلب الماتش يا جماعه. لا 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 يا جماعه، ده اللعيب اللي بتاع ماتشات كبيره. ما تقوليش اخوان بقى، اخوان بزيرة بقى اللي ما بانش امبارح بقى اخوات الزملكاويه. انا ما شفتش اخوان بزيرة امبارح خالص. كوكا امبارح يا جماعه يعني مش حاطه في جيبه، هو ما خلوش لعب كوره. يعني خلينا نقول نتكلم بقى كلام عقلاني. هو ما خلوش لعب كوره، ما خلوش الضرب بوشه. اخوان بزيرة رجع الماتش كده 90 دقيقه ما راحش ولا مره بوشه للجون. هو على طول بظهره، ما خلوش يلف حتى لو بفاول. ما خلوش يلف، عمل الصح معاه. جماهير الزمالك كلها وبتوع السوشيال ميديا واعلام الزمالك قبل الماتش كان محسسنا ان اخوان بزيرة رونالدينهو، هينزل ياكل الاخضر واليابس، هينزل يلعب بدفاعات الاهلي. لو ما عملش اسيست هيجيب ضربة جزاء، لو ما جابش ضربة جزاء هيعمل فاولات، هيضطر اللعيبه تعمل معاه فاولات وانذارات وممكن يطرد حد. لو ما جابش جون هيعمل مش عارف ضربة ثابتة. حسسوني ان هو معاهم فاهمني ميسي. امبارح كل اللعيبه اتكشفت. كل اللعيبه اتكشفت امبارح. عندهم اللعيبه كلها اتكشفت امبارح. ادم كايد ده مقلب، خوان بزيرة مقلب. اخره يلعب مع الفرق اللي هي في اخره الجدول ويبين نفسه، يروح يعمل ها وهيع مع الجمهور. فاهمني شغل ايه اللي الزملكاويه بيحبوه. فاهمني. اما ككوره هو عادي. انا ما بقولش وحش، بس هو عادي يعني. مش يعني مش لعيب واو، يعني هو لعيب عادي. اما تيجي في الماتشات الكبيره تشوف اللعيبه بقى، تشوف حسين الشحات، شوف تريزيجيه والقلب الميت. يا جماعه قلبه ميت. يعني بجد تريزيجيه امبارح وهو رايح على ضربه الجزاء ومصمم ان هو يشوطها برضه. وكمان في فيديو نزل للشناوي ان هو كان معترض ان تريزيجيه هو اللي شوط ضربه الجزاء، وكان حاطط ايده على قلبه زي ما كلنا كنا حاطين ايدينا على قلبنا. هو بقى كان شعوره ايه؟ انا نفسي والله العظيم بجد اساله، انت كان شعورك ايه؟ انت كنت جايب القلب ده منين؟ يا جماعه لك ان تتخيل ان تريزيجيه بجد لو كان ضيع امبارح ضربه الجزاء دي كان بطل فيها كوره. كان على الاقل كان بطل كوره في النادي الاهلي. ما كانش خلاص، هو كان كده مسيرته مع النادي الاهلي خلاص بتنتهي. كان صعب قوي يرجع تاني، وكان صعب قوي الجمهور يقبل منه اي اعتذارات تاني. لان احنا لسه بنتعافى من ضربه الجزاء بتاعه انتر ميامي. لحد دلوقتي احنا كلنا مش عارفين ننساها له. فان هو يجي في ماتش زي ده، انت محتاج الثلاث نقط ومحتاج ترجع ومحتاج المكسب، وتخش تشوط ضربه الجزاء دي وتضيعها. تخيل كده السيناريو ده، والماتش يطلع مثلا 1-1 ولا مثلا يطلع 2-1 للزمالك. يا نهار ابيض يا تريزيجيه، انت نهيت مسيرتك من قبل ما تبتدي مع الاهلي. بجد كان هينهيها. عاوز اكلمك برضك عن الدفاع بتاعنا مش وحش. الدفاع بتاع الاهلي كان امبارح متماسك، اللعيبه بتلعب بروح. اللعيبه امبارح فعلا تحس بروح التيشيرت، تحس بالرجوله اللي كانت موجوده، بالرغبه في الفوز. اللعيبه كلها بتعمل اللي عليها. بن شرقي امبارح، يعني اللقطه بتاعته امبارح في الدقيقه تقريبا 59 او 58 لما طلع الكوره من على الخط. يا جماعه تغطيه عكسيه ولا اروع، تخلي الواحد يشيل له كل الماتش الوحش اللي هو لعبه امبارح. لان بن شرقي امبارح لعب ماتش وحش قوي، بس الكرة دي كفيلة ان الواحد ينسى له الماتش ده. بجد انا ما اعرفش هو جه منين. انا كنت اخر واحد اتوقع ان هو يكون واقف في المكان ده بن شرقي.
بجد برضك من تحولات المباراة. الكرة دي لو كانت دخلت كان هيبقى الماتش 2-0، كان هيتصعب قوي، كان هيبقى الموضوع أصعب بكتير. حتى محمد شريف بعد لمة حسام عبد المجيد، أنا نسيت لك برضك الماتش الوحش اللي أنت لعبته امبارح يا شريف، والماتشات اللي قبل كده. أنت امبارح لعب ماتش وحش قوي، وقبل كده أنت مش موجود ومش عارف ترجع. بس لمة حسام عبد المجيد والحطة لحسين، بجد يعني تخلي الواحد يعني يسامحك، بس مش على طول برضه عشان تبقى عارف، بس خلي الواحد يسامحك بصراحة. امبارح اعصاب، اعصاب بجد اعصاب، ولعيبه بتلعب على المحك، لان خساره الماتش ده كانت هتدخل الاهلي في مشاكل لا غنى عنها، مشاكل كتير قوي، وحاله تشكيك في كل اللعيبه، وحاله مشاكل لا حصر لها، من اول المدرب للعيبه الكل كنا هنخش يعني دوامه وحشه. فمكسب امبارح مش هنقول غير ان هو كان مكسب مهم قوي، مكسب عودة الروح، مكسب عودة الرجولة والخوف على التيشيرت، مكسب حب اللعيبة لبعضها، مكسب كان مهم جدا لكل المنظومة، للجماهير، للترتيب في الجدول، للعودة لصدارة الجدول ان شاء الله بعد ماتش كهرباء اسماعيلية واللعيبة تكمل على كده. اللي عاوز اقوله ان ما تحكمش على الاهلي قبل الماتش، ولا حتى جوه الماتش، مع صفارة الماتش شوف النتيجة كام. لان امبارح كتير قوي بعد الجون الاولاني وفرصتين اللي ضاعوا في اول 10 دقائق للزمالك، ناس كتير قوي كانت شاكه، ناس كتير قوي وصل لها الشك ان الاهلي ممكن يكسب، او ان الاهلي ممكن يطلع من الماتش ده كسبان. بس اللعيبه والروح اللي كانت عندهم والرجوله اللي كانت موجوده هي دي اللي طلعت الماتش كده. عماد النحاس راجع نفسك، انت مدرب كبير، بس تغييراتك وتشكيلك لسه عليه كتير قوي علامات استفهام. بحس ان انت بتلعب اللعيبه كلها، عاوز تلعب الكل، خايف تقعد حد دكه من الاسامي الكبيره. الاهلي ما فيهوش اسامي كبيره، الاهلي هو بس اللي كبير. آه، الحلو يلعب، الاحسن يلعب، اللي فايق يلعب، واللي وحش يقعد. دي ما بتزعلش في الكوره، كل اللعيبه بتمر عليها اوقات انها بتبقى وحشه، كل اللعيبه بتمر عليها اوقات ما بتبقاش في حالتها الفنيه. فانت لو لعبتها وهي حالتها الفنيه وحشه، بتروح داخل بتخش سكه تانية برضو، تخش سكه ان هي الثقه بالنفس اللي هي كده كده هتلعب، وحش حلو هيلعب، فما بيديش في الملعب. اما لما يلاقي مكانه مش مضمون، وان هو لو وحش مش هيلعب، هيراجع نفسه، هيهتم اكتر بنفسه، هيشتغل على نفسه. فانت مدرب كبير برضو، مش هقول لا، انت مدرب كبير. لعبت مع الاهلي لغايه دلوقتي 10 ماتشات، 6 من الدوري اللي فات كسبتهم كلهم، 4 دلوقتي، واحد تعادل وثلاثة فوز. انت مدرب كبير، بس بتعمل حساب، بحس انك بتعمل حساب للعيبه كلها، بحس ان انت عاوز تلعب الكل عشان محدش يزعل، وده مش في الكوره، مفيش كده في الكوره ان انا عايز العب الكل. الحلو يلعب الماتش محتاجه العبه، يعني ديانج ومروان الماتش محتاجهم بلعبهم، مش محتاجهم مع بعض مش هلعبهم. طاهر وحش مش لازم انزله واعتمد عليه، بن شرقي وحش مش لازم انزله، تريزيجيه وحش مش لازم انزله. الحلو يلعب، اللي يستحق ينزل وفورمته جاهزه ينزل يلعب. انت مدرب معاهم في التدريبات ومعاهم في كل وقت وشايف مين افضل، بس الملعب بيحكم، احنا بنشوف في الملعب، انت بتشوف في التدريبات، احنا بنشوف في الملعب. فده مش عيب انك تراجع نفسك. اللعيبه كلها الف مبروك. للزملكاويه هارد لك. وامبارح شفت حاله من التشكيك في المدرب بتاعهم، جميع السوشيال ميديا الزملكاويه من اساطيرهم اللي هم بيقولوا عليها زي شيكابالا امبارح اول حاجه قالها لما ابراهيم فايق قال له عاوز عنوان للحلقه، قال له المدرب يمشي. طب ما هو يعني المدرب يمشي اهو، يعني عادي، وعايزين المدرب يمشي وشفتوا ان المدرب بتاعكم فاضي، فمفيش مشكله خالص انك تجيب مدرب ويطلع وحش وتاخد في مقلب، وانك تكتشف ان في عندك لعيبه كتير قوي ما تستاهلش فانيله نادي الزمالك وتيشيرت نادي الزمالك. مش عيب انك تعترف بده. جميع كباتن الزمالك على جميع منصات الاعلام امبارح وجميع القنوات اتكلموا ان المدرب مش قد حجم الزمالك، ومش هو ده اللي يستاهل نادي الزمالك. ف بجد في الكورة مفيش حالة ثابتة، يعني مفيش ثوابت في الكورة. فالوحش يمشي والحلو يكمل،
وعاوزين كلنا نتكلم كوره، مش بلاش نتكلم تلقيح يعني، فاهمني؟ عندك لعيبه وحشه، اعترف ان هي وحشه. جبت صفقات مش هي على قد مقدار نادي الزمالك، دور وهات تاني وحاول انك تعدل. العناد وحش في الكوره عموما، هو انك تبين نفسك دايما على صح، ده مش موجود في الكوره. الكوره حاله. فامبارح انت ما كنتش في حالتك، وكمان ضعيف فنيا، عشان نبقى صراحه. لعيبه عندك كتير، لعيبه قوي انت كنت مديها حجم اكبر من حجمها، حتى المدرب كنت مديله حجم اكبر من حجمه. راجعوا نفسكم او ما تراجعوش، هو في مصلحه الاهلي. وبجد ماتش مهم جدا، ومكسب كان مهم قوي 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 قوي. الف مبروك للاعيبه الرجاله، الف الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. عوده الروح، وان شاء الله عوده لتصدر الدوري الماتش الجاي، والمكان الطبيعي للنادي الاهلي. وان شاء الله اشوفكم بقى في الحلقه الجايه. اخواتي وحبايبي، الف مبروك.